عاجل عاجل عاجل، اخبار سريعه وحصريه ولسه خلصانه حالا. جون ادواردز خلى كل جماهير نادي الزمالك بتدور على اللاعب الاجنبي اللي جاي الجناح اليمين، بندور في ناحيه وهو طلع مخلص مع لاعب في ناحيه ثانيه خالص، وهنعرف دلوقتي مين هو اللاعب اللي بيخلص معاه حالا. جون ادواردز الجناح اليمين اللي بيخلص معاه جون ادواردز دلوقتي حالا، واللاعب الاجنبي اللي جاي الزمالك خلال ساعات طلع هو مين؟ خوان الفينا، اللاعب البرازيلي اللي بيلعب في الدوري الاوكراني. اللاعب خوان الفينا بيلعب في الدوري الاوكراني وهو برازيلي وبيلعب جناح يمين برجليه الشمال. ده غير كمان ان هو عنده 22 سنه وجاب 6 جوان وصنع هدفين في 24 مباراه، وهو طوله 165 سم. اللاعب ده مميز جدا، وغير كده كمان اللاعب ده سريع جدا، وغير كده مراوغ جدا وبيعرف يرقص، وغير كده مهاري. اللاعب ده فعلا عالمي وكلنا شفنا الفيديوهات بتاعته، حتى اللي ما شافش الفيديوهات بتاعته هيشوفها لان السوشيال ميديا كلها هتتكلم عنه. اللاعب ده فعلا برازيلي، واللي يشوفه يقول عليه مهاري جدا لان هو بيفكرنا بلعيبه كتير قوي. وده غير ان هو سريع وبيلعب برجليه الشمال وجناح يمين، وهو ده اللي ناقص نادي الزمالك، وجون ادوارد بيحاول يخلص معاه حالا. ولو هو ده اللاعب اللي فعلا نادي الزمالك بيخلص معاه دلوقتي وجون ادوارد خلص معاه وسجله، فعلا هيكون احسن من اللاعب اللي احنا اتكلمنا عنه يان ماتيوس اللي عنده 26 سنه. هو لاعب كويس جدا بس هيكون اللاعب ده احسن منه مليون مره. وخلال ساعات قليله هنعرف مين هو اللاعب البرازيلي اللي جاي نادي الزمالك، لان جون ادوارد فعلا مكتم على الخبر وهو مش هيطلع من الاثنين اللي انا اتكلمت عنهم، اذا كان خوان الفينا او اذا كان يان ماتيوس. لان فعلا لو جه خوان الفينا نادي الزمالك هيبقى صفقه عالميه جدا، لان اللاعب ده عنده 22 سنه وبيلعب جناح يمين وبرجليه اليسار وبيلعب دلوقتي في الدوري الاوكراني، وغير ان هو برازيلي مهاري جدا وسريع جدا وبيقدر يعمل كل حاجه، وهيدي حلول كتير قوي لنادي الزمالك. وان شاء الله جون ادوارد يسجله قبل كده ما يقفل الساعه 12 بالليل، وهيكون صفقه عالميه لنادي الزمالك. وهو ده الخبر اللي انا طلعت عشان اقوله، لان فعلا اللاعب خوان الفينا لو جه نادي الزمالك فعلا هتبقى صفقه جامده جدا. وهي دي الاخبار اللي كانت معايا النهارده، وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.